في الحلقة اللي فاتت من حكاية ساكورا شفنا إنقاذ ساكورا لشيزوكا وتعرفنا على كانجي رئيس منظمة روبا ريتشيزا، وآخر حاجة شفناها لما راحوا المطعم. وبعد شوية بنشوف إن أبطالنا بياكلوا معاهم حسنين، وينزي بيقول لهم إحنا نسينا نهتف بالانتصار. حسنين بيقول لهم كلوا بس دلوقتي، وإيه رأيكم في الأكل طعمه حلو ولا لأ؟ إنزي يبص لساكورا وبيقول أنت مش مكسوف وأنت قاعد في مطعم البالغين، وبيقول لي سو أنت متعود صحيح؟ حسنين بيقول لهم أنا مش مصدق إن دلوقتي العجوز إيتو بيطلع من المنزل وبيلبس لبس شيك ويتفرج على المسرحيات، وهو قال لي إنه عاوز قصص يقراها عشان لما يقابل زوجته يحكي لها عليهم. السبب اللي خلاه في هذه الحالة هو أنتم يا شباب، وبيشكرهم إنهم طلعوه من مود الاكتئاب. وأبطالنا بيكونوا مبلمين كده، وإنزي بيقول له إحنا ما عملناش حاجة صح يا ساكورا. سو بيقول له أنا كنت بستمتع وأنا بكلمه. حسنين بيتأثر بيندم على واحد وبيقول له أحضر بعض الفاكهة هنا، هات لكل واحد من طول طبق كبير من الفاكهة. وبنشوف الاتنين التوأم، واحد بيقول له هاخد من وقتك ثواني، بيندم على ساكورا وبيشكره مش عارف ليه. حسنين بيلاحظ الأطباق اللي عندهم وبيقول لهم وجبة مجانية أها. وإنزي بيقول له لا يا عم عادي إحنا سعداء صح كده يا ساكورا. سو بيقول له ساكورا سعيد جدا. حسنين بيقول له أنا ما كنتش عارف إنك عندك تلك المواهب. وإنزي بيطلع النوتة بيسأله متى اشتغل في الرقص، وبيرقص أي رقص مصري ولا فرنساوي أحمص. حسنين بيرقص في المطعم يا جماعة فككوا منه. حسنين بيقول له ده شيء طبيعي عادي يا ابني مش حاجة كبيرة، يعني أنا برقص على عمود شفت مقطع على الإنترنت فحبيته وجيت أطلب من المدير إني أشتغل على طول. فككوا من ولد حسنين ده. المهم بيدخل عليه رئيس عصابة روبر إيتيزا بالفواكه وبيقول له أنت لسه مستني تاكل. حسنين بيسأله لو هو اللي وقف المعركة ما بين السكاري واحنا مش عارفين من هم فكوكوا منهم. وابطالنا بيكونوا مستغربين، وكانجي بيقول له ايوه يا عم كلامك صح. حسنين بيسأله تاني انت حارس هذا الشارع، والواد بيقول له ايوه وان الشارع ده فيه نواش وانا حارس لكل الفتيات اللي هنا واللي ساعدوني في حماية المنطقة هم روبا الاجهزاء. سو بيقول له انتم فرقة يعني ها. انزي بيقول له انتم تشبهون فورين. بيقول له في فرق بسيط، وابطالنا بيكونوا مستغربين وبيكمل وانه فورين بتحل المشكلة اللي اساسها، انما احنا بنحمي هذا الشارع يعتبر نقوم بنفس عمل فورين. حسنين بيضربه وبيقول له روح كمل شغلك. انت بيقول اصبر. رئيس اوبر اتش ذا طلع عنده مواهب مدفونه، وكانجي بيفضل يفكره. حسنين بيساعد فيه واحنا مش فاهمين حاجه ولا ابطالنا فاهمين حاجه. وفجاه بتظهر رجل على المسرح اوبا بتدخل عليهم شيزوكا بفستان جميل، وينزي بيكون مصدوم لانه اصلا كان بيدور عليها. وكانجي بيفضل يزعق فيهم بيقول لهم اسكتوا. الاغنيه بدات. حسنين بيقول له اسكت انت الاول، والبنت بتبدا تغني وبيكون صوتها جميل ونيري بيعترف بتاعه، والبنت بتخلص والكل بيسقف. حسنين بيقول يا كانجي يلا روح شغلك، والبنت بتشوف حسنين وبتكون فرحانه. وكانجي بيشكر ابطالنا انهم حافظوا السر بتاعه وما قالوش لحسنين. وبنرجع فلاش باك لما كانوا لسه يدخلوا، كانجي بيطلب منهم ما يقولوش لحسنين حاجه. اصحابنا بيستغربوا من طلبه وبيعرفوا انه مش عاوز يدخلوا في مشاكل. وفجاه بيدخل عليهم واحد وبيكون بيزعق والكل بيكون مستغرب. الواد بيقول لهم ان في عدد كبير من الناس شغالين يعملوا مشاكل ويوقعوا اليوفط وبيعملوا مشاكل مع اي حد، ولكن عمرنا ما شفناهم قبل كده. شكلهم كده الناس اللي لسه طالبهم. حسنين بيكون مصدوم مش فاهم حاجه، والتوأم بيقولوا احنا جايين معاك، ولكن كانجي بيرفض وبيطلب منهم يحموا شيزوكا وبيطلب من الجميع يقعدوا هنا لان هو مش عاوز يعمل لهم مشاكل. ولكن ساكورا بتقدم وكانجي بيكون مستغرب بيفضل يزعق فيه وبيقول له وقف هنا. ساكورا بيقول له نفس الاشخاص اللي ضربتهم من شويه وانا ضربتهم فانا هضربهم المره الثانيه ما يعني اننا مشاركون بالفعل. حسنين بيقول له خدهم معاك، وكانجي بيكون فرحان وابطالنا بينطلقوا بكل سرعتهم. وكانجي بيشكرهم انهم جم معاه وبيقرب من ساكورا وبيقول له انت ساكورا صح، وبيحط ايده على دماغه وبيكمل وان هو بيمتلك قلب رجل حقيقي. ساكورا بيكون مستغرب منه. انزو وسو بيكونوا فرحانين. انزي بيقول لكانجي انا سمعت ان روبا اجهزاء ما عندهاش كتير من الاعضاء، ازاي بتقدروا تواجهوا الحشود الكبيره دي؟ كانجي بيقول لهم لا تقلقوا روبا اجهزاء اقوى بكثير مما تتوقعون. وابطالنا بيستغرب من كلامه. انزي بيزعق وان العصابه امامهم وبيكونوا مصدومين لان عددهم كبير ولكن في عيال شغاله تقاتل معاهم. كانجي بيكمل واحنا بنعوض ضبط طلاب النخبه، وروبا الاجهزاء نزلت تخبط في العصابه. وساكورا بيكون مصدوم من قوتهم، واحد بيهجم على واحد ولكن ده بيضرب بالرجل بيريحه، وكله ناس ضرب في كله مش عارفين مين تبع مين. ولكن بيكونوا ثلاثه من روبا الاجهزاء قادرين يوقفوهم. وبيوصل كانجي وبيعتذروا منه تاخروا بيعرفوا ان جاب مع الشباب. واحد من العصابه يقول لهم اوه هناك 4 جدود ولكن احنا لدينا حدود كبيره، ماذا سوف تفعلون؟ سلموا شيزوكا الان والا. وينزي بيكون خايف زي طبيعته. سوبي يقول له دول مخيفين حقا، ولكن كانجي بيضرب اللي اتكلم رجل. وابطالنا بيكونوا مستغربين. التانيين بيقول لهم لا تقلقوا رئيسنا مستعجل حبتين. في واحد بيفضل
بيضحك كانجي بيطلع بوكس بيريحوه وبيفضل يخبط فيهم بيقول لهم عاوزين تقلبوا الشارع. الذي انتبهوا بهؤلاء الحمقى. ساكورا بيكون مصدوم بيقول هذا الشعور شعرت به من قبل. كانجي بيكون متعصب بيقول لهم طول ما احنا هنا مش هخليكم تخربوا هذا الشارع. بيفضل يضرب فيهم بيكون متعصب على الاخر. في واحد بيستغل الفرصه بيقوم عليه من ظهره ولكن كانجي بيمسكه من يده وبيشقلبه وبيرزعه احلى رجل بيطيره وبيرميه على العصابه. ما هذه القوه ايها الفتى؟ وسو بيمدح في قوته. ساكورا بيقول انه قوي جدا. هذه قوه رئيس منظمه روبر ايتشيزا كانجي ناكامورو. واحد بيقوم على كانجي وهيغفله ولكن كانجي بيديله واحده خلفيه ولكن واحد بيستغل الفرصه ولسه يضربه بيجي ساكورا بيطيره. كانجي بيشكره انه انقذه والاتنين بيحموا ظهر بعض. ساكورا بيقول له مش هخليك تاخد كل الاضواء لنفسك. الواد بيقوم على ساكورا بيتفاداها بيرجع بوكس بيرميه على العصابه. الواد بيكون متعصب. فجأة كانجي بيبعد ساكورا بينزل على برجل بيدمره والكل بيكون مصدوم من اللي عملوه وكانجي بيكون فرحان والكل بيكون ناصر ضرب واحد مصدق ان ساكورا قد راقب قوة كانجي. سو بيقول له انه نقيب الفصل والاتنين بيكونوا عاملين دويتو حلو وبيعترف بقوة سو وبيقول له فرين لديها مستقبل كبير وبيشاور على انزي وبيسأله لو هيكون بخير. وطبعا ابن انزي بيكون مرعوب. سو بيقول له ما يخافش عليه وبيقول ان انزي اصراره على ان يصبح اقوى بكثير من اي شخص اخر. انزي بيفضل يفكر يعمل ايه. سو بيقول له انت فاكر قلت لك ايه؟ خليك بره المعركه وشوف اي حاجه تقدر تساعدنا بيها. انزي بيكون حزين وبيقول له ماشي. سو بيقول له تنساش اني معلمك. سو بيكون ماسك اتنين ويفضل يضرب فيهم. انزي بيتساءل متى يصبح بكل تلك القوه. كان في حدود كبيره هنا ولكن تم هزيمتهم. وفجاه بيسجل دخول مجموعه جديده من الناس. واحد بيسال ايه اللي حصل هنا. كانجي بيقول له ان في حدود كتيره كانوا موجودين واحنا خلصنا عليهم. الواد بيقول لهم دعونا نعيد ذلك الضجيج. سوف ناخذ اموالنا وهنشتري شويه لحم زي ما كنا بنحلم. وابطالنا بيكونوا متعصبين وبيستعدوا للقتال والتانيين بيستعدوا. الزعيم بتاعهم بيقول هؤلاء لابسين بدل يعيقون طريقنا. اذا انتم روبر ايتشيزا. لقد اسقطتم الكثير من رجالنا. شكل بدل دي بتدي مفعول بتخليكم تكون اقوى. ابطالنا بيكونوا مستغربين كلامه وبيقول للشله بتاعته احنا هنكون اقوى لو لبسنا تلك البدل. الشله بيفضلوا يتكلموا وبيفوا الراي. وعمك كنزي بيكون مرعوب على الاخر وكانجي بيزعق فيهم وان كان في شوط كبيره هنا. كانجي بيكون متعصب ورب بيقول لهم كانت الحصة مجرد مجموعة من الرجال من منطقة سونوبا. انزي بيكون مصدوم المنطقة دي مشهورة بالبلطجات. ساكورا بيكون مستغرب. انزي بيعرفه ان القصة في تلك المنطقة كمان ضايع مفيش حد بيروح مدارس ولا في محلات بتفتح. التجار هناك اجتمعوا مع بعض عشان يقدروا يكسبوا قوت يومهم. الزعيم بيقول له عدى قال لنا لو رجعنا الفتاة هناخد فلوس وانا عاوز الفلوس دي عشان اشوي لحم. احنا ما جيناش هنا عشان نقاتل. سلموا شيزوكا واحنا هنختلف اللمحة من هنا. حتى لو كنتم اقوياء مش هتقدروا عليها الكم بالهائل فقط سلموها بدل ما تلاقوا وشكم مغروس في الارض. ساكورا بيكون بيفكر ولكن بيقطعوا كلام كانجي وبيقول له احنا مش مهتمين بالفوز او الخساره. وظيفه روبر اتش ده حمايه الناس لا يهم الفوز. مش هتقدروا تعملوا حاجه معانا. الزعيم بيقول له احنا لو اتغلبنا عليكم هنروح ناخدها فسلموها بالسوق احسن. كانجي بيقول له هي الان مع ايدي امينه مش هتقدروا تعملوا حاجه حتى لو هزمتمونا. الزعيم بيقول له جميل يعني انت مش هتهرب. كانجي بيبص له بنظره مرعبه. الزعيم بيقول له القتال هيكون ممل بدون قتال الرئيس بتاعكم. كانجي بيكون متعصب بيقولوا كيف تجرؤ والعصابة كلها بتستعد. وكانجي بينادم على ربع الأجهزة والكل بيستعد لبداية القتال. ولحد هنا تخلص حلقتنا اليوم. ما تنساش اللايك والاشتراك كنت فرحني واسف على جودة الصوت وسلام.